السلام عليكم البنات، كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم واحد الفكره اللي كتجي يعني في الملوي، كتجي ساهله وكيجينا الملوي ديالنا مورق، كيجينا يعني كله خيوطه، وغادي تعجبكم الطريقه بلا ما تسرحي مزيان، بلا ما تعذبي. كتجينا الطريقه ساهله وكيجي الملوي من اروع ما يكون. بعد ما عجنت العجين ديالي، انا هنايا استعملت فيه نص، يعني نص الكميه ديال الفورس ونص الكميه ديال الفينو اولا سميده. والطريقه كما شفتوا كنخليو كنعجنوا العجين ديالنا وكنخليوه حتى كيرتاح صافي. وكناخذ جوج قطع بحال هكا، كنسرحهم غير واحد شويه كما شفتوا، يعني بلا عذاب، بلا ما تعذبي تمحني تسرحي حتى يبان لك سطح العمل من حتى حاجه. كتاخدي جوج قطعات بحال هكا متوسطين في الحجم، وكتاخدي كتسرحيهم واحد شويه بحال هكا، وكدهني بالخليط ديال الزبده والزيت وشويه ديال السميده وصافي. كتزيدي كتغطي عليها بديك القطعه الثانيه، وكتجينا هاد الطريقه فنه واعره وغزاله بزاف. انا متاكده الا جربتوها هاد الطريقه هذه في الملوي غادي تعجبكم صافي. وكنسرحوها واحد شويه بحال هكا كما شفتوا، يعني غير باش نقدروا اننا نتحكموا فيها صافي. ودهنت عاوتاني بواحد شويه ديال الزبده كما شفتوا، والزيت وشويه ديال السميده، غير واحد الرشيشات كيكونوا غير خفاف بحال هكا باش ما يجيناش مزيت صافي. وكناخذو وكنبقى نطويو على 4 بحال هكا، يعني كما شفتوا باش كيزيد كيتورق. يعني ماشي بحال اللي كنديروا على 3 ولا على 4، راه كيزيد معانا يعني يتورق صافي. هنايا الا بغيتو تخليوه يرتاح واحد شويه كتخليوه، ما بغيتوش راه كتسرحوها بحال هكا وكدهنوا بواحد شويه، واحد الدهنه خفيفه ديال الخليط ديالنا صافي. كما من بعد ما سرحتها بحال هكا غادي نجمعها بحال هكا، يعني كنخليها متسعه، يعني بحال اللي غادي نديرها مربعه، وكاين في الاخر كتولي بحال هكا ملويه. يعني ما كنبداش نلويها من ما كنزيرش عليها بزاف صافي. والطريقه كما شفتوا كنعاود ندير واحده اخرى وكنخليها ديك ترتاح، يعني بنفس الطريقه كنحلها بحال هكا، كندهن وعاد كندهن مره ثانيه وكنحلها مزيان واحد شويه، يعني ماشي بلا ما كتعذبنا ما والو. كنطويها على 4 بحال هكا وكنسرحها كما الثانيه، وكندهن عاوتاني بواحد شويه ديال الخليط ديالنا وكنجمعوها بحال هكا. والطريقه كما شفتوا ساهله، وكنخليها حتى كترتاح. وهنايا عندي وحده مسرحه يعني مطلقات، وغادي نطيبها. انا شعلت على المقله، راه بديت كنطيب. وكان هنايا عندي العجين اللي خليته باش يطلق، باش نبدا نصايب. كنغطيه بالميكا بشي بلاستيكه بحال هكا يعني مزيانه، وكنخليوه كل مره كنبقى نجبدو وحده وحده كتكون مطلوقه ودغيا كنسرحوها كما شفتوا. وغادي نحط عليها البوطه بحال هكا، وغادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت من الفوق. الا بغيتو ما بغيتوش غتخليوها بحال هكاك، وكنقلبوها نيت في البلاصه، يعني قبل ما تبدا طيب كاع غير كتشمع لينا، يعني غير كتبدا تشمع لينا كنقلبوها صافي. كنبقاو ندورو فيها بحال هكا حتى كطيب لينا من التحت. يعني العافيه كتكون يعني ما كتكونش مجهده، كنقصوا عليها العافيه باش كما شفتوا راه كتنفخ بحال هكا، يعني راه كتكون محلوله من الداخل. يعني الملوي الا صدق معاكم راه كتبقى تقلبوها المره الثانيه كتبدا تنفخ. يعني في هذه المرحله هذه يعني راه عارفوا بان يعني الملويات ديالكم راهم صدقوا يعني مزيانين صافي. كنبقى ندورو فيها حتى كطيب. هنا العجين ديالنا من بعد ما ارتاح مزيان كما شفتوا كيتبوق بحال هكا، يعني كيوليو فيه دوك الفقاعات صافي. حطيت وحده هذه على جنب، وانا حيدت وحده باش تشوفوها كي جات، يعني كنحيدها من فوق البوطه، يعني من فوق البوطه غير كنحيدها بحال هكا. كنبقى نطلقها شويه بحال هكا بيديا باش تحل لينا، يعني باش تجينا مورقه وتجي خيوطه كما شفتوا. فن بزاف واعر يعني وطريقه سهله وكيصدق معكم. هذا الملوي انا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف وغتولي معتمده عندكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تدعموني باللايك والتعاليق وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب.
باش هكا تعم الفائدة. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش ضغط على زر الاشتراك وخاصية الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. وشوفي كما المنوي ديالنا والكمية اللي صايبت فيه، يعني صايبت واحد الكمية كبيرة تبارك الله. وكله يعني نفس يعني نفس الحاجة، يعني كلهم مزيانين، كل شيء مورق وغزال بزاف. يعني بهذه الطريقة هذه غادي تعجنوا واحد الكمية اللي كبيرة وغادي ديروه في المجمد، ولا غادي يعني تحتفظوا به كل مرة كتجبدوا وحده غير حيت تبغيو تحطوه في المجمد، يعني ما كتحمروش بزاف وكيصدق معاكم بحال هكا، كيجي فن واعر وغزال بزاف. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقة هذه وينال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الوصفة اليوم، كنتمنى لكم شهية طيبة وفرجة ممتعة، والى وصفة قادمة ان شاء الله. شو كيجي يعني ما نقول لكم شحال غزال بزاف، كيجي يعني رطب ويعني وخفيف، ما نقول لكم شحال خفيف وزوين بزاف.